في حته حلوه قوي 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 في الواد فيرمين لوبيز بتستفزني جدا في لعيبه كتير قوي موجوده الايام دي. الواد ده في منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء او اي حاجه قريبه من الشبكه، اي كره بتجيله وهو واقف في اي مكان من الاماكن ديت، لو في سنت واحد بس يعرف يشوط منه الكوره بيشوطها على طول. زي ما احنا بنقول كده ان هو بياخد الكره على عينها، و90% من الكور ديت بتخش اهداف. الميزه دي بقى كانت موجوده في مين يا معلم؟ كانت موجوده في المعلم كريستيانو رونالدو. والله الواد كريستيانو رونالدو عمل من الكره ديت بس ارقام بمسيره ناس كتير قوي في كره القدم، يمكن اعتزلوا وما حققوش الارقام اللي رونالدو عملها من الكره ديت. بس المعلم رونالدو كان بيستنى السقطه واللقطه من الكور دي في منطقه الجزاء وعلى حدود منطقه الجزاء، جاي على شمال وجاي على يمين، وكان بيطرقعها في الجون وخلاص. وياما جوان كتير جابها بالطريقه دي. مش زي بقى لعيبه كتير قوي الايام ديت بتستفزك في الهجوم، لا ده الكره جات لي، ده بيستنى لا اعدلها على يميني، لا اعدلها على شمالي، لا استنى اشوف الزاويه ديت مفتوحه ولا مش الزاويه ديت مفتوحه وبعدين اشوط، لغايه ما بقى خلاص هو لا بيشوطها وحش او بتخبط في الدفاع او الكره بتضيع. انما حلاوه الكور ديت لما بتشوطها على طول كده وبتشوطها على عيبها، بيكون الدفاع ولا مستعد ولا الحارس مستعد ولا حد واخد باله، بتاخدهم على غفله وبتغفلهم، حتى لو ضاعت محدش هيلوم عليه.